المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: حاكم قاشبركة يلتغي السكان في مديرية صنعاء. إحياء اليوم العالمي للتوحد في أسمرة. قائد الشرطة يعقد سمينار حول مكافحة الجريمة في حمل ماله. ترامب يتوعد إيران بمواصلة الحرب وصواريخ عنقودية تضرب تل أبيب. كوريا الجنوبية وأندونيسيا تعززان التعاون في الطاقة والمعادن. وناسا تطلق أول بعثة مأهولة إلى القمر منذ نصف قرن. أهلا بكم مشاهدينا. ثمن حاكم إقليم قاشبركة السفير محمود علي حروي في لقائه سكان مديرية سلعة ثمن دور المجتمع في تنظيم جهوده لسد النقص في مواساة الخدمات الاجتماعية، داعيا مدراء الضواحي لمضاعفة التنظيم ودعم المبادرات المجتمعية. وناقش السفير محمود الذي زار المديرية في الفترة من 27 إلى 29 من مارس المنصرم مع مدراء الضواحي والسكان، ناقش تنفيذ برامج التنمية واطلع على خدمات المياه والصحة والتعليم المتكاملة في منطقة همبكتة، كما أشار إلى أهمية وعي السكان دورهم في سد النقص في مؤسسات الخدمات الاجتماعية، لأنها تلعب دورا لا يستهان به في تجميع السكان والقرى. كما دعا حاكم الإقليم الجهات الحكومية المعنية إلى إيلاء اهتمام جاد والمبادرة للحفاظ على آثار الكفاح المسلح للشعب الإريتري في المديرية. من جانبهم حث سكان الحكومة على إيجاد حلول لمشاكل النقل والاتصالات في المديرية. تم في 2 أبريل إحياء اليوم العالمي للتوحد في أسمرة تحت شعار من الوعي إلى الفهم الحقيقي وتمكين الأشخاص المصابين بالتوحد. وأكد رئيس الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية وتخلف النمو في الإقليم الأوسط الأستاذ هنوك جبريل زافير بأن رؤية الجمعية تتمثل في حماية حقوق أعضائها وتحسين سبل عيشهم. وأضاف أن الجمعية ستنظم حملات بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي وتغيير نظرة المجتمع. من جانبها أكدت الدكتورة إليزابيث سخليل المديرة الطبية لمستشفى قدس مريم أن التوحد ليس مرضا بل حالة إنسانية تتطلب عناية خاصة. وقدمت المهندسة لوام منجستاب مسؤولة تنمية الموارد البشرية في الجمعية كلمة المناسبة، مذكرة بضرورة الوصول إلى فهم واقعي وعملي للمصابين بالتوحد ومراعاة ذلك في التعامل معهم. وخلال المناسبة تم عرض فيديو توضيحي لأعضاء الجمعية بينما قام المشاركون بحملة نظافة في مستشفى قدس مريم. كما تم عرض منتجات يدوية من صنع نزلاء المستشفى. هذا ويتم إحياء اليوم العالمي للتوحد للمرة 18 عالميا والسابعة على مستوى البلاد. عقد قائد شرطة إريتريا العقيد محر طقاي ندوة حول الوقاية من الجريمة لطلاب كلية حمل مال الزراعية تحت عنوان دور الشباب في مكافحة الجريمة في الأول من أبريل الجاري. وخلال الندوة دعا العقيد محاري الطلاب إلى الاطلاع بدورهم الفاعل في تعزيز السلامة العامة من خلال فهم أفضل للقانون وتجنب الانخراط في الأنشطة الإجرامية والتمسك بالقيم والأخلاق المجتمعية. وأكد العقيد محاري أن رؤية شرطة إريتريا تقوم على ضمان السلام والاستقرار وسيادة القانون في البلاد، مشددا على أهمية مساهمة الطلاب والمجتمع في تحقيق هذه الرؤية. وأشار العقيد محاري إلى أن الوقاية من الجريمة هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع بأسره، وحث الشباب على زيادة جهودهم في مكافحة الجريمة وكشف المخالفين. من جانبها أكد عميد كلية حمل المال الزراعية البروفيسور ولد أملاخ أرأيا على أن منع الجريمة ليس مسؤولية الشرطة وحدها، مشيرا إلى أهمية تنظيم الندوات القانونية وتشجيع المشاركة فيها.
عقدت محاضرات يومي 31 من مارس المنصرم والأول من أبريل الجاري في مدينة عصب لمساعدة أعضاء المجلس الشعبي ومدراء الضواحي والمسؤولين التنفيذيين في إقليم جنوب البحر الأحمر في أداء مهامهم وتعزيز معارفهم وفهمهم للتخطيط وإعداد التقارير وعرضها وحفظ الوثائق. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي أن إدارات الضواحي هيكل إداري بالغ الأهمية، حيث تنفذ فيه توجيهات الحكومة وبرامجها وتسمع فيه مشاكل المواطنين، مما يتطلب الفعالية في الأداء. كما ذكر حاكم الإقليم الإداريين بضرورة مراقبة مؤسسات الخدمات الاجتماعية عموما وشبكات المياه خصوصا وصيانتها واتخاذ إجراءات فورية لإصلاح المتضرر منها. وأخيرا دعا تضافر الجهود لزيادة مشاركة المرأة في المدارس والاهتمام الجاد برعاية الأمومة والطفولة وتوفير خدمات فعالة للمواطنين. ودعا المشاركون من جانبهم إلى إيجاد حلول للنقص في مؤسسات الخدمات الاجتماعية. نظمت الجالية الإيرترية في السويد ندوة جماهيرية واسعة في 29 من مارس المنصرم في مدينة ستوكهولم بمشاركة عدد كبير من أبناء الجالية، حيث خصصت لمناقشة القضايا الوطنية وتعزيز دور الجالية في خدمة الوطن. وفي كلمة الافتتاح أشار عضو الدبلوماسية الشعبية السيد زرائي تخلاي إلى أن الجالية الإيرترية في السويد تمكنت بفضل وحدتها وتماسكها من مواجهة مختلف التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية والخروج منها بنجاح، مؤكدا أن هذا التماسك يجب أن يستمر ويتعزز بمشاركة الأجيال الشابة ليشكل قوة وطنية أكثر تنظيما وتأثيرا. من جانبه قدم الأكاديمي الإيرتري الدكتور موسى مسقنة عرضا مفصلا حول مسيرة نضال الشعب الإيرتري وما واجهه من صعوبات وتحديات في المراحل المختلفة، مشيرا إلى أن الجالية الإيرترية في السويد تواصل الإسهام بفعالية في مختلف القضايا الوطنية. ودعا الشباب إلى الاهتمام بالتعليم واكتساب المهارات والمعارف التي تمكنهم من الإسهام بصورة أكبر في خدمة مجتمعهم ووطنهم. بدوره استعرض رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات في الدول الاستكنافية السيد ألم تخلق رقيس الخطط والبرامج المستقبلية للجنة، داعيا أبناء الجالية إلى المساهمة في إنشاء مركز ثقافي واجتماعي يتيح للجالية الحفاظ على تقاليدها ونقلها إلى الأجيال الجديدة. وفي ختام الندوة أكد استعدادهم الدائم لمواصلة الإسهام في إنجاح البرامج الوطنية الشاملة وتعزيز روح التضامن والوحدة بين أبناء الجالية. يقدم المركز الصحي بهومي بمديرية بورتوساوا مساهمة مقدرة في ضمان صحة الأمومة والطفولة. وقالت مسؤولة المركز الصحي الممرضة تيلبا شوماي أن التعاون الجاري مع المديريات وإدارات الضواحي لرفع الوعي ساهم في بلوغ نسبة الولادة 83% ونسبة متابعة الحمل 85% ونسبة التطعيم 100%. وافتتح المركز الصحي لتقديم خدمات الرعاية الأولية للمرضى، وتشمل الخدمات تقديم الرعاية للأطفال وكبار السن والفحوصات الدورية وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب تقديم خدمات الصيدلة والفحوص المخبرية الأساسية. من جانبه قال الممرض محمد علي أبو بكر أن طبيعة الحياة الرعوية للسكان وعدم تجميع القرى من أبرز التحديات التي تواجه برنامج التطعيم، مشددا على أن العمل يجري بالتنسيق مع إدارات الضواحي والسكان لمنع الأطفال من تفويت مواعيد التطعيم الخاصة بهم والتعرض لمختلف الأمراض. وأشاد المرضى بالرعاية المقدمة في المركز الصحي وحث الحكومة على إيجاد حل لنقص الأدوية الذي يحدث بين الحين والآخر. بدورها أوصت مسؤولة المركز الممرضة تيلبا شوماي بتخصيص سيارة إسعاف لخدمة مركزي هوميب ومونوبير الصحيين. مشاهدينا، عشرة تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار عملية الغضب الملحمي ضد إيران حتى تحقيق كامل الأهداف الأمريكية، بينما شنت إيران هجوما جديدا على إسرائيل استخدمت فيه صاروخا عنقوديا. وقال ترامب بأن النظام المتعصب في إيران يهتف بالموت لأمريكا وإسرائيل منذ 47 عاما، مؤكدا أن الجيش الأمريكي استهدف إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم حسب وصفه، وأن البحرية الإيرانية اختفت. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط ضايع صاروخ عنقودي إيراني في 11 موقعا مختلفا بأنحاء تل أبيب، وسط أنباء عن إصابة عدد من الإسرائيليين.
وفي لبنان شن حزب الله هجوما صاروخيا تزامن مع الهجوم الإيراني واستهدف عدة مواقع في شمال ووسط إسرائيل في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان. أفادت رئاسة كوريا الجنوبية بأن الرئيس لي جاي ميونغ أجرى محادثات مع نظيره الأندونيسي برابو سوبيانتو ناقشا خلالها أمن الطاقة واتفقا على توسيع التعاون في مجالات مثل المعادن الحيوية والتكنولوجيا، وذلك خلال حفل استقبال في البيت الأزرق الرئاسي في سيول. وأشار لي إلى أن أمن الطاقة أصبح مصدر قلق متزايد في ظل حالة من عدم اليقين العالمي الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، موضحا أن الدور المستقر لأندونيسيا في توريد الموارد الأساسية مثل الغاز الطبيعي المسال والفحم يعد مطمئن غاية، داعيا إلى تعزيز التعاون في إمدادات الطاقة وأمن الموارد وفق رويترز. وواصل الرئيس الأندونيسي إلى سيول قادما من اليابان، حيث اتفقت جاكرتا مع طوكيو على تعزيز التنسيق بشأن أمن الطاقة. ووصف كوريا الجنوبية وأندونيسيا بالشريكين الطبيعيين صاحبي الأدوار المتكاملة، مشيرا إلى القوى الصناعية والتكنولوجية لكوريا الجنوبية ووفرة الموارد وسوق الاستهلاك الكبير في أندونيسيا. أطلقت ناسا الأربعاء صاروخ مهمة أرتميس 2 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في خطوة تاريخية أعادت البشر إلى الفضاء للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن. وانطلق 4 رواد فضاء على متن مركبة أوريون، وهم 3 من الولايات المتحدة إلى جانب 1 من كندا، ضمن أول رحلة مأهولة خارج المدار الأرضي المنخفض منذ عام 1972. ومن المقرر أن تدور المهمة حول القمر وتعود إلى الأرض من دون هبوط، حيث سيقضي الطاقم عدة أيام في الفضاء تشمل التحليق حول الجانب البعيد من القمر قبل الهبوط في المحيط الهادي. وتعتمد المهمة على صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الذي يعد الأقوى الذي بنته ناسا، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 322 قدما، ويهدف إلى اختبار الأنظمة الحيوية تمهيدا لبعثات لاحقة أبرزها أرتميس 3 التي تسعى إلى إعادة البشر إلى سطح القمر. رصدت موجات مد تسونامي وصل ارتفاعها إلى 75 سنتيمترا بعد زلزال ضرب بقوة 7.4 درجات شرق أندونيسيا. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال الذي سجل في البداية بقوة 7.8 درجات وقع في بحر مولوكا. وكان مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي ومقره هاواي أصدر إنذارا من حدوث موجات تسونامي خطيرة في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل أندونيسيا والفلبين وماليزيا. وفي غضون نصف ساعة من الزلزال تم تسجيل أمواج يصل ارتفاعها إلى 75 سنتيمترا في شمال ميناهاسا و20 سنتيمترا في بيتونغ، وكلاهما في شمال جزيرة سولاويسي وفقا لوكالة BMKJ الجيولوجية الأندونيسية. كما رصدت أمواج بارتفاع 30 سنتيمترا في مقاطعة مالوكو الشمالية. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. حاكم باشبركة يلتقي السكان في مديرية صنعاء. إحياء اليوم العالمي للتوحد في أسمرة. قائد الشرطة يعقد سمينار حول مكافحة الجريمة في كلية حمل مالو. ترامب يتوعد إيران بمواصلة الحرب وصواريخ عنقودية تضرب تل أبيب. وكوريا الجنوبية وأندونيسيا تعززان التعاون في الطاقة والمعادن. وناسا تطلق أول بعثة مأهولة إلى القمر منذ نصف قرن. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.